وهنا فابيو كانافارو له تصريح جميل حقيقة قرأته قبل أيام، قالوا له من هو المهاجم الذي كنت تخشاه أو تخشاه بالتحديد؟ تصوروا شو قال هو واحد ما في غيره. عموما سلامات يا فيرون، سلامات للنجم الذي بالفعل حقيقة يريد أن يعود للأرجنتين. أعود حقيقة قبل أن أنسى فقط هذه المعلومة، كانافارو قال هو لاعب واحد فقط. هنا أيضا ثلاثي اليوفنتوس الكبير حقيقة حاضرا في ملعب سان سيرو، يتحدث عن رونالدو حقيقة اللي هو كانافارو. قال عندما كنت أو عندما ألعب ضد رونالدو أسوي حاجتين، الحاجة الأولى أغمض عيني، والحاجة الثانية أصلي. يعني هو يدعو ربه أنه يبعد عنه خطورة رونالدو ما في زيه حقيقة. يعني كرة القدم ربما لا تجود بأمثال رونالدو إلا ربما مرة واحدة كل 50 سنة، شيء مو طبيعي حقيقة. وعندما يقول مدافع لعله الآن ضمن قائمة الأفضل في العالم أنني عندما ألعب أمام رونالدو فإنني أفعل شيئين، أولا أغمض عيني، وثانيا أصلي حتى تبتعد عني خطورة رونالدو. عموما رونالدو كان موجودا في الانتر، ولكن الله يسامح اللي كان السبب، وهو طبعا هيكتور كوبر الذي اختلف معه ورحل بعد ذلك رونالدو إلى ريال مدريد، حيث لا زال يواصل رحلة التألق والإبداع.